السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كاع تكونوا بخير وعلى خير، كدوزوا هذا رمضان بصحة وعافية. اليوم كما كتشاهدوا غادي نقدم لكم مسمنات ديال المقله اللي كيجيو محشيين بحشوات اللي بغيتو. انا غادي ندير الحشوه ديال الكفته اللي كيجي واحد المسمنات اللي زوينين، يعني تستاهلوا يتحطوا فوق الطبله، كيجيو صحيين. هنا ما غاديش نشارك معكم من العجينه ديال المسمن عاديه. علاش ما بغيتش نشارك معكم العجينه؟ انا تا عجنتها عاد شاركتها معكم، هي هذه. يعني عجنتها درت فيها اكثريه دقيق د الفينو، يعني درته هو اكثريه، درت شي 5 د الكيسان ديال الدقيق الفينو، زدت عليهم كاس ديال الدقيق الابيض وراس ديال الخميره، حبيبات ديال العجينه، غير راس معلقه ما تكتروش، والملحه بطبيعه الحال. عجنتهم بالماء عادي، من الماء بارد، ماشي يكون دافي ولا الماء بارد. المسمن كيتعجن بالماء بارد، كتجي العجينه بحال هكا على هذا القوام بحال هكا. العجينه ديال المسمن راه معروفه، ما خصهاش تكون جاريه، ما خصهاش تكون، يعني خصها تكون شويه قاصحه ورطبه في نفس الوقت. هنا غادي نقسمها على كويرات، نتوما غتشاهدوا معايا المراحل كلها. هادو مسمنات كيجيو تا هما زوينين، تحطوهم في الطبلات، يعني كيجيو شي حاجه زوينه. وما تكتروش فيهم الدقيق الابيض باش يجيو زوينين ويجيو يعني تتحسي بهم صحيين. اما الدقيق الابيض شويه الصراحه كنضيفوا داك شويه، وما راه خصنا ما نضيفوهش كاع. يعني بالنسبه اللي باغي صحته راه شويه خصنا نتفاداو، ماشي مشكل. دابا غادي نستمر حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي. غادي نشكلها كويرات، غادي نستعن بالدقيق وبالزيت والدقيق، الزيت العاديه ديال الطبخ. غادي ندوزهم في الكويره، وغادي ندوزها في الدقيق د الفينو حتى نساليها كلها. وغادي دابا نخليها ترتاح واحد شويه، وغادي نطلق فيها باش نورقها. هنايا الحشوه حتى هي ما شاركتهاش معكم من الاول. درت فيها خيزو محكوك، درت فيها البصله اللي مقطعه اللي شحرتهم شويه هما الاولين، عاد ضفت عليهم الكفته والتوابل. الحار ضروري، السودانيه ولا الهريسه ولا، وشويه ديال القزبر حبيبات، وقزبر يعني مقطع هو ومعدنوس، شويه ديال الثومه ديال الغبره، شويه ديال سكينجبير. التوابل يعني التوابل ديروها كلها، خصوصا السودانيه شويه كتروها تجي زوينه في هاد الحشوات هادو. صافي وخليتها حتى بردات، هي اللي غادي نعمر بها هاد المسمنات. ما بغيتش نشارك معكم الحشوه حتى هي من الاول، يعني الحشوات معروفين كيفاش كيطيبوا. يعني ضروري الحشوات تيبغيو النار تكون شويه مجهده عليهم باش ما يطلقوش داك الماء ديالهم. هنا غادي نبدا نورق في المسمن. تورقوه، يعني تورقوه مزيان في الاول بحال هكا باش يجيو يعني زوينات ملي طيبوا، ما يجيوش عامرين ما يجيوش مدقسين كما كنقولوا. دابا غادي نورقهم. ملي كتخليو العجينه ترتاح قد ما ارتاحت بحال هكايا، ما تعذبكمش ملي تجيو تسمنوها، دغيا كتطلق معاكم. دابا غادي ندير الحشوه في الوسط، غادي نشكلها شكل مسمن عادي. غادي نستمر بحال هكايا حتى نكمل كاع المسمن اللي عندي. غادي نبدا نورق فيها، ونستعن ضروري دائما بالزيت وشويه ديال الفينو باش غنورقوها. ضروري دائما نستعنوا بالزيت ملي كنورقوا بحال هكا، وشويه ديال الفينو. غادي نلف الاولاني فوق منه بحال هكا، وداك الثاني غنديرو من التحت كما كتشوفوا بحال هكا، باش ما تجيناش الحشوه خارجه من التحت. غادي نتابع معكم مسمنه ثانيه، غادي نطلقها حتى هي نفس
كما طلقت الاولانيه، حتى نسالي كاع المسمنات اللي عندي. ضروري الزيت، كنورق غير بالزيت، يعني اللي بغى يدير الزبده يديرها، انا ورقتهم غير بالزيت. غادي نستمر بحال هكايا. قد ما خليتو العجينه ترتاح كتجي زوينه في المسمن، ما كتعذبكمش دغيا كتطلق معاكم ما تعذبكمش ملي تجيو تسمنوا. نتمنى تجربوهم، راه كيجيو زوينين، كيجيو بنان. ولا عجبوكم ما تنساوش ديروا لايك باش هذا الفيديو يقدر يشوفوه ناس اخرين ويطلع في المشاهده. نتمنى ما تنساوش ليا اللايك مهم للفيديو. غادي نستمر بحال هكايا. دائما نستعانوا بالزيت والدقيق. ودابا غادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه على ما نشعلو على المقلاة تسخن ونطيب فيهم. هنايا ما صورتش معكم من الاول ملي رميتها، ما صورتها حتى طابت. انا في التالي غادي نوري لكم كيفاش، يعني من الاول غادي نصورها معكم. كتجي بحال هكا، كيجيو محمرين زوينين. المسمن يعني ما خصكمش تطلقوه دابا في هذه المرحله هذه، ما تطلقوهاش بزاف حتى ترقوهمش، غير بحال هكا شويه شويه صافي، باش يجيو يعني ما يجوش رقاق عاوتاني ويجيو يابسين. غندير واحد شويه الزيت في المقله، وغادي ندير المسمنه ديالي. هنا في هذه المرحله يعني نبقاو دائما نقلبوا فيها، ما نخليوش حتى طيب من التحت نيشان، باش يجي منفوخ من الداخل ويجي زوين. نبقاو مره نقلبوا المسمن. هذا هو السر ديال المسمن، باش كيجي محلول من الداخل خصنا ضروري نبقاو نقلبوا فيه. غادي نستمر معكم بحال هكا. هنا صافي راه طيبته كله كيجي بحال هكايا. نتمنى تجربوه ويعجبكم، كيجي زوين الصراحه والله. ماشي كيجي حتى داك متيجيش يعني رقيق بزاف وتيجي يابس، كيجي رطب وزوين. نتمنى تجربوه. يلا نخليكم مع السلامه.